مشروع باستثمارات 900 مليار جنيه. ايوه بالظبط زي ما سمعت كده. المشروع ده هو مراسي البحر الاحمر، وتحديدا في منطقه سوما باي، ودي احدث صفقه عملتها الدوله مع شركه اعمار الاماراتيه صاحبه مشروع مراسي الساحل الشمالي اللي كلنا عارفينه. المشروع الجديد مساحته 2426 فدان، وهيضم وحدات سكنيه وشاليهات وفنادق عالميه ومراسي لليخوت ومناطق ترفيهيه، وكمان مشروع سوما باي المملوك لعائله العليان السعوديه اللي يعتبروا من اكبر الكيانات الاقتصاديه السعوديه، على مساحه 2400 فدان وبعرض بحر 11 كيلو على البحر الاحمر، وقريب جدا من مطار الغردقه. عباره عن مدينه متكامله فيها مستشفيات ومدارس وملاعب جولف، واسعار الوحدات فيها بتبدا من 12 مليون جنيه. طب ايه اهميه الصفقات دي ليك انت كمستثمر؟ اقول لك انا، المشاريع دي هي من اكتر الحاجات اللي بتغير قواعد اللعبه في العقارات، لان اي منطقه سياحيه بتبدا تتطور بالشكل ده بتوصل لنقطه اسمها زياده الطلب الطبيعيه، يعني الطلب بيبدا يكبر لوحده من غير دعايه، وده نفس اللي حصل قبل كده في الجونه. المستثمر اللي اشترى وتملك بدري هو اللي عمل اعلى نسبه مكاسب، لان القيمه بتعلى لما الناس تبتدي تنقل وتسكن فعليا، ولان معدل الاشغال السياحي في البحر الاحمر زاد اكتر من 30% في اخر 3 سنين. ده خلى الايجار قصير المدى مطلوب هناك جدا. ولما مشروع بحجم مراسي البحر الاحمر يعلن عن عوائد ايجاريه متوقعه من 10 ل 11% سنويا، مع فرص لارتفاع الاسعار من 12 ل 14% في السنه، ده بيخلق سقف جديد للعائد اللي المستثمر بدا يتوقعه من العقار الساحلي، وخصوصا انك تقدر تتملك من دلوقتي. بس خلي بالك، اي موجه كبيره في السوق بتخلق فرص، لكن كمان بتزود المخاطر لو ما فهمتش الصوره كويس. مشاريع زي دي تقدر تكسب منها كتير قوي كل ما تدخل بدري، بس ما ينفعش تمشي ورا الموجه من غير ما تبقى حاسب حسبتك كويس قوي، وعارف كل المصاريف والاقساط اللي هتدفعها لحد ما تستلم، وتعرف كمان التشغيل الفعلي هيبدا امتى علشان يبدا يجي لك عائد. احسبها صح وانت هتشوف بنفسك ان العقار هو الابن البار. ولو عايز تعرف اهم المناطق اللي تقدر تستثمر فيها في البحر الاحمر، سيب كومنت وهرد عليك.